احنا كنا بنخاف من المدرسين. الجيل الجديد بقى بيخاف من الشرطة المدرسية. الشرطة المدرسية في مصر تاني أغرب حاجة في المدرسة بعد الحمامات. زمان وأنا في ابتدائي كان حلمي غريب جدا إن أبقى شرطي في المدرسة. عشان تدخل الشرطة المدرسية لازم يكون عندك صلع وراثي، وعضلة البطن تكون لسه منبتة محسوسة يعني. فضلت أحاول لحد ما دخلت أولى إعدادي، واخيرا دخلت الشرطه المدرسيه. تحيا مصر. بس يا جماعه الشرطه المدرسيه افورت اليومين دول. المديريه دلوقتي عامله قرار ان اي مدرس هيمد ايده على الطالب او يزعق له يتعاقب. على الناحيه التانيه الشرطه المدرسيه ممكن يمشوك من المدرسه او يهزقوك او يمنعوك من الفسحه. يا ابني الورمه يا مستفز، انت فاكر نفسك ايه؟ تحيا مصر. وانا بطالب وزاره التربيه والتعليم اننا نحول الشرطه المدرسيه لوظيفه رسميه في البلد. دول المفروض اكتر ناس يقبضوا مرتبات، بيتعبوا في الحفاظ على نظام الجيل الفاسد ده. تحيا مصر. برضه في صفه من صفات الشرطه المدرسيه انهم كلهم بيحبوا تحيه العلم. انا نفسي اشوف واحد فيكم مش بيحب تحيه العلم وبيعيطوا وهم بيحيوا العلم. طب انا نفسي افهم ايه احساسك وانت بتدمع علشان تحيه العلم. تحيا جمهوريه مصر العربيه. انا بشكر الشرطه المدرسيه، الامين، الملازم، العميد، والعقيد، على مجهودهم العظيم في مواجهة الشباب الفاشلة اللي لابسة سلاسل والخلية الخطيرة اللي بتهرب من الحصة، وعلى حفاظهم على أمن المدرسة القومي. تحيا مصر. أنا نفسي أرجع شرطة مدرسية بس المشكلة إنه في تمريض. طب ينفع أشتغل معاكم حتى لو مرشد؟ أنا راضي. تحيا مصر. مين نفسه يقدم على تجنيد الشرطة المدرسية السنة دي؟